السلام عليكم حبايبي. اليوم ان شاء الله نحضر معكم يدينا. وشويه من الفوق يعني غير باش كتشد داك اللون. نفس الطريقه كنديروا يعني النكهه الثانيه اللي بالشوكولا كذلك كندلكوها، كنرشموها على الشكل اللي بغينا وكندير ندخلوها حتى هي الفران.
هذا هو الشكل ديالها ملي كيوجد. يعني كتكون ما كنخليوهاش حتى كتحمر بزاف، غير صافي كتشد راسها لانها كيف قلنا فيها غير الزبده. دابا غندوزو للتزيين. الزيين اختياري، اي حاجه بغيتو ديرو. بالنسبه لهاد اللي عندي انني بنكهه الشوكولا، فانا ذوبت الشكلاط ودرتو على شكل الخطوط، وغادي نزوقها من الفوق سواء بالفيرميسيل او باي حبيبات عندكم يعني ملونه اللي كيعطيو منظر جميل. بالنسبه للشكل الثاني فهو غيجي وحده فوق وحده، فانا غناخذ هذيك اللي فيها ثقب من الوسط، غادي ندير فيها مربى المشماش اللي كنكونوا طلقناه فوق البوطه بشويه ديال المزهر باش كيخفف لينا. كندير لها المربى ومن بعد كنحطها في الكاوكاو مهرمش، وكنشد القطعه الثانيه كندير ليها يعني كذلك المربى باش كيمكن لي نلصق عليها الثانيه كتلتصق مزيان. وكنكمل الكميه كامله باش كيجي الشكل بحال هكا، يعني كتجي وحده فوق وحده. ملي كديروا وحده فوق وحده يعني من الاحسن انها ما تكونش غليظه، يعني تكون رقيقه باش يلاه كتجي المستوى ديالها مزيان. من بعد ما كملت الكميه، هذوك الفراغات اللي الوسط ممكن نعمرهم باي حاجه بغينا. انا حيت بقى لي هنا الشكلاط يعني مذوب، فانا يعني حطيت الوسط. ممكن ديروا كريم كراميل، ممكن ديروا مربى باش كيعطي داك المنظر زويون فيها. وهذا هو الشكل النهائي. كتجي هشيشه وخفيفه واقتصاديه وبكميه يعني وفيره. كنتمنى يعجبكم الفيديو، وبصحه وراحه.